السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في النشرة الرياضية. لا يخلو عام دون أن يشهد تألقا بحرينيا في المجال الرياضي. نهاية 2012 شهدت العديد من الإنجازات الرياضية للمملكة. التقرير التالي والتفاصيل. كعادتهم أبناء مملكة البحرين يواصلون التألق في شتى الميادين، ولا يمر عام دون أن نشهد تألقا بحرينيا جديدا. الحدث الأبرز هذا العام كان حصول مملكة البحرين على أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، حيث استطاعت العداء مريم جمال أن تصبح أول رياضية خليجية تصعد إلى منصات التتويج بإحرازها برونزية سباق 1500 متر في أولمبياد لندن. هذا وأضاف الفريق الملكي للقدرة إنجازا جديدا إلى سلسلة الإنجازات العالمية، وذلك بعد أن قاده سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي للفوز ببطولة العالم للقدرة للجياد ل7 سنوات، والتي أقيمت في هنغاريا. واستطاع الفريق العسكري للجولف تحقيق إنجاز عالمي آخر بحصوله على المركز الثاني في بطولة العالم العسكرية للجولف، والتي أقيمت في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما أحرز منتخبنا للرماية لقب العموم في البطولة الخليجية 12، والتي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة، بعد أن شهدت البطولة حصدا بحرينيا وفيرا تجسد في 22 ميدالية متنوعة، منها 7 ميداليات ذهبية و6 فضية و9 برونزية. فيما كان للأندية دورا بارزا في رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الخليجية، وذلك بعد أن استطاع فريق المحرق أن يتوج بطلا لبطولة الأندية الخليجية لكرة القدم، محققا البطولة للمرة الأولى للأندية البحرينية. وأضاف فريق كرة الطائرة بنادي المحرق بطولة أخرى، حيث استطاع أن يحقق لقب بطولة الأندية الخليجية للمرة العاشرة في تاريخه. وحظي لاعب المحرق بتكريم من جلالة الملك حفظه الله، والذي دائما ما كان ولا يزال الداعم الأول للرياضة البحرينية.